ما بين كل سنة والتانية بيظهر لك ممثل تقدر تحس إنه شبهك وبيعمل الشخصية وكأنها خارجة من شرعك، مش مجرد بيسمع كلام مكتوب له على الورق. واحد من أكتر الناس اللي عرفت تعمل ده في الجيل الحالي وهو محمد فراج أو فيجو. فراج أو فيجو من أكتر الممثلين اللي فعلا شكلهم مصري، واللي فعلا تقدر تحس إنه شبهك في حاجات كتير حتى في مسيرته. خلينا نقول إن فيجو من الناس اللي جربت كل حاجة في الصناعة، من أول الدوبلاج للمسرح للسينما والتلفزيون وحتى الإعلانات. نقدر نقول إنه من الفئة اللي ما استفادتش لا من الوساطة ولا من التطبيل. راجل بيثبت لك إنه فعلا وصل بمجهوده وحب الناس وتقبلهم ليه، وفي الحقيقة هو وجيله كله مشوا بنفس المنهج، ناس خدمت عليهم موهبتهم وبس، وبرضه مش مهتمين بأي تفاصيل تانية غير التمثيل، ناس عايزة تمثل وبس، زي برضه كده حبيبنا ماجد الكدواني. وبالمناسبة لو ما شفتش حلقة ماجد تقدر تشوفها من هنا. نرجع بقى لفراج أو فيجو. فيجو عنده إمكانيات كتير قوي وغير محدودة، وقدرات فنية بتظهر مع الزمن، من حيث قدرة التحكم في الصوت والجسم والوش وحاجات كتير قوي. وده ليه؟ شايف إن السبب الأهم والأعظم في تجربة فيجو هي تجربة المسرح أو التمثيل المسرحي. خلينا متفقين إن التمثيل المسرحي بيضيف للممثل بشكل كبير على مستويات كتير، يعني قصدي مش فنيا بس، لا حتى ده بيأثر على شخصيتك من حيث الالتزام وتحمل المسؤولية. وأظن ده واضح على كل ممثل بيظهر قدامنا على الشاشة كان في الأصل ممثل مسرح، اتقانه للدور واهتمامه بأدق التفاصيل في كل مشهد، ده غير قدرته على تحمل فكرة تدرج الحالة الصحيح، بالأخص في المسلسلات، لأننا عارفين إن الموضوع بيبقى صعب جدا في المسلسلات. انا اصلا بمثل من قبل قهوه ساده ب7 سنين. يعني انا اصلا انا ابتديت من 2000 بالظبط، ولكن الفكره في ان انا متربي مسرح بقالي 9 سنين، قعدت 9 سنين اشتغل مسرح، 9 سنين منهم 6 سنين بشتغل مسرح من غير ولا مليم. ثقافه جماهيريه، فرق حره، اسكندريه، ما اعرفش نروح فين، بتاع الجامعه بنخلص مهرجان الساقيه، اي حته فيها مسرح بروح. وما كانش قدامي وما كانش قدام عيني حاجه تغريني، لانه اصلا الشغل في المسرح على فكره العائد بتاعه مش كبير قوي، يعني زي ما انتم متخيلين، لا خالص خالص، هلاهيل بالنسبه للسينما والفيديو. بس هي الفكره في انه انا مش قد الموضوع دوت في دماغي زي ما انا كنت شايفه قبل كده. دلوقتي الحركه نفسها المسرحيه خلينا متفقين ان هي بعافيه شويه. شئنا ام ابينا الناس بتشتغل عليها وفي سبوتات بتتنور وفي اجتهاد شويه وفي حاجات بتطلع، ولكن اللي حصل في ال3-4 سنين اللي فاتوا سياسيا خلى الدنيا كلها تبوظ على كافه المستويات. فالحركه المسرحيه في مصر دلوقتي مش قد كده. لو اتعرض عليا موضوع، اكيد طبعا نفسي اشتغل مسرح، نفسي، بس لو اتعرض عليا موضوع، اتعرض وانا رفضت. بس ليه؟ علشان انا مش بس علشان انا اشتغلت شويه رجلي داست في السينما ولا طلعت شويه في التلفزيون ولا معرفش ايه، لا، ما هو انا مش هرجع للمسرح وخلاص. ما هو المسرح ده اصله يعني العرض الواحد اللي انت بتعمليه بياخد مجهود، يعني حاجات كتير قوي زي افلام ومسلسلات بتعمليها، يعني مسرحيه واحده ممكن تعمليها في 7 شهور زي المسلسل، فاهمه قصدي؟ وموت يعني مجهود المسرح ده شاق جدا جدا جدا، يعني ما اعتقدش انتوا عارفينه كويس ولا لا، بس يعني لا والعائد بتاعه اقل بكتير جدا من العائد بتاع السينما والفيديو. فالموضوع مش سهل. هو اللي بيعمل المسرح ده بيعمله بحب، اللي بيعمل المسرح ده بيبقى بيحب الموضوع ده بس. لكن مش علشان بقى ارجع للمسرح فارجع للمسرح وخلاص. انا عايز ارجع للمسرح وعايز اشتغل مسرح، نفسي اشتغل مسرح كويس، نفسي اصنفر نفسي في الحته المسرحيه اللي ما اشتغلتش فيها بقالي كتير من ساعه ما اتخرجت من الورشه. وانا اصلا من قبل ما اخش الورشه كنت مسرح بس. فالمخزون المسرح اللي عندي عايش بيه، بس عايز اشتغل، لكن هشتغل مسرح فين؟ يعني هعمل ايه مسرح دلوقتي؟ وزي ما قال فراج كده، مجال المسرح حاليا في مصر مش أفضل حاجة، وبسبب بعض الأحداث السياسية اللي حصلت أصبح في مشكلة في شروط العرض ووسائل النشر بالنسبة للمسرح. فصعب مثلا إنك تلاقي حاجة زي قهوة سادة تتعمل تاني وتتشهر تاني. وزي برضه ما سمعت فراج اشتغل 9 سنين مسرح، أضافوله كتير قوي. وصدقني أنا مش محتاج أثبت لك إن ممثل المسرح متميز عن أي ممثل تاني، متعود على حاجات معينة، بس ممثل المسرح ده غول، لأنك بتتعلم كل حاجة تابعة للتمثيل، من حيث الرقص الاستعراضي والغنى، وبعضا من قواعد وأساسيات حرفية الممثل بتأهله إنه يكون من الآخر كده عضمه ناشف.
أول بطولة في حياتي، مش عارف أعمل إيه. ادعوا لي ربنا يخليكم، عشان أنا بقالي كتير ما خدتش مراكز تمثيل، نفسي في مركز تمثيل. لابد أن يقبل تجربة إلى ناحيتها وليكن ما يكون. ويقدر يشتغل تحت أي ظرف. هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، الخلطة السحرية من الوقوف على الخشبة والتحدي والخوف الصحي اللي بيخليك تسرح بمجرد ما تسمع الصوت ده. فطبيعي ممثل متعود يشتغل في أجواء زي دي بالقوة دي يبقى ممثل موهوب فعلا. زي المخدرات، ما هي سهلة وبسيطة. نيجي بقى لحياة فيجو نفسه. محمد فراج اتولد في سنة 1982 واتخرج من تجارة القاهرة، ومن بعدها انضم لورشة خالد جلال المسرحية واللي اتقدم فيها من خلال عرض قهوة سادة اللي اتشهر جدا وقتها، واشتغل في حوالي 18 فيلم و31 مسلسل ومسلسلين راديو ومسلسلين دوبلاج. وفي الحقيقة بقى مش هعد العروض المسرحية لأن أكيد هم أكتر من اللي أنا أعرفهم. أما بقى بالنسبة لتنوع الأدوار فشايف إن دي من أقوى الحاجات اللي لعب عليها فراج، وهو إنه من خلال المسيرة دي قدم أنواع كتير قوي في الأدوار من الخير والشر والكوميدي. وفي الحقيقة أجمل حاجة في فراج زيه زي أي ممثل واعي إنه بيختار أدواره كويس وبيهتم بيها قوي وهو شغال، وبيركز قوي هيشتغل مع مين وإمتى وليه. بروفات يعني التجربه كلها في زيه بالظبط على نفس الفكره بتاعت المشهد، بس في زيه مثلا بتاع 25 20 مشهد تانيين على نفس الفكره. يعني مثلا زي مشهد العيش، مشهد العيش اللي في قهوه ساده دوت في زيه ايام البروفات الرقم دوت في عملنا مشاهد كتير على مشكله العيش كانت ساعتها. ودي من الحاجات اللي متقلة حصيلة أعماله ومخلياها متميزة رغم أي شيء. نيجي بقى للأدوار اللي كانت تحديات بالنسبة لفراج، واللي حقيقي أنا شايف إنه عملها بشكل متقن وكان متألق فيها. ممكن نبتدي من ألف مبروك، واللي أثبت إنه كان متميز قوي في المساحة دي وماليها كويس، وهي مساحة صديق البطل أو الدور التاني، حتى إن التجربة دي اتكررت تاني في فيلم تيتا رهيبة. وده غير دور الرائد لبيب اللي بالرغم من إنه كان صغير إلا إنه برضه عمله بذكاء وإتقان يخليه ما يتنسيش. بس ده جماهيريا. طب وفنيا هقولك رجب الفرخ في مسلسل بدون ذكر أسماء، ممكن آدم في مسلسل قبيل، وطبعا الدور اللي لحد النهاردة أنا نفسي بسأل هو عمله إزاي هو دور علي بحر في مسلسل أهو ده اللي صار. السيكونس بتاعه كان مظبوط ومحسوس قوي لدرجة إن جمهور المسلسل كله كان متفق إنهم كان نفسهم يتعمل مسلسل مخصوص لشخصية علي بحر ويهتموا بالدراما بتاعته هو وبس من كتر إتقانه للدور بشكل مخيف. ولكن كعادة أي ممثل موهوب وملوش حدود يقدر يغطي على نفسه بدور عظيم زي دور الشيخ مؤنس في مسلسل لعبة نيوتن. وبالأخص لعبة نيوتن قدر ينقل مستوى المسلسلات الرمضانية لمستوى مختلف، والحقيقة تامر محسن دايما بيبهرنا بمستواه العالي واللي بيصعب المنافسة على مخرجين كتير. رجوعا لمقدمة الحلقة وذكر كلمة ممثلين شبهنا، فده بيرجع لأن فراج تحسه ممثل حقيقي وصادق وطبيعي وغير مصطنع، على عكس اتجاهات شركات الإنتاج حاليا لغزو الشاشة بخريجين جولدز جيم أكتر من خريجي أي أكاديمية أو مركز تابع للفنون. عندنا هنا مثلا في لقاء مع فراج عن مسلسل الغرفة 207 هو بيشرح الفرق ما بين إن المشهد ممكن يكون صعب كتمثيل أو مجهد من حيث الانفعالات أو المجهود البدني، وده بقى اللي كنت بتكلم فيه من حيث الخبرة، إنك تعرف حدود الدور اللي عندك ومتطلباته وإيه فعلا اللي هتستخدمه في المشهد ده وهتقدر تستهلكه على مدار المشهد، وده بيبرز أكتر إمكانيات فراج اللي ملهاش حدود. في النهاية فراج يعتبر حقيقي من أجمل الممثلين اللي بيخلوك مستمتع وانت بتتفرج ومشدود لكل ثانية هو بيظهر فيها على الشاشة، وعمرك ما هتحس بالملل أبدا. وهي دي الخطة أو المسار، هو الاجتهاد والسعي الغير محدود، هو العامل المشترك يا صديقي بين كل الممثلين الموهوبين، وهو إنك ما تهتمش بأي حاجة غير الصناعة اللي انت شغال فيها أو المهنة اللي انت شغال فيها، تحترمها وتحبها وتقدرها وتديها كل اللي عندك بإخلاص واهتمام، وبس كده.